وانا في اسوان كان لازم ازور معبد ابو سمبل، واحد من اقدم المعابد اللي موجوده في مصر، وصورته موجوده على الجنيه المصري. فتعالوا بينا اخدكم في مغامره لمعبد ابو سمبل. المغامره بدات الساعه 4 الفجر. الميني باص بيجي ياخدك من المكان اللي انت فيه، بيوديك معبد ابو سمبل ويرجعك تاني لنفس المكان. وهنا بقى كان في استراحه بعد ساعه ونص في الطريق. نزلت جبت شاي بلبن ب 10 جنيه وحضرنا الشروق الشمس الجامد قوي، والاجواء كانت عالميه الصراحه. واتصورت في نص الطريق صور حلوه قوي. كل ده وبركات نايم زي ما هو في الميني باص، وفاتوا اجواء وصور جامده جدا. الرحله دي هتكلفك 330 جنيه، ومنظم الرحله اللي انت فيها هيحجزها لك عادي. الطريق بياخد 3 ساعات وكله مناظر طبيعيه زي ما انت شايف، فما بتحسش بالطريق. وصلنا اخيرا ابو سمبل، وبتلاقي بحيره ناصر في وشك في فيو خيالي يا جماعه. وكان في زحمه رهيبه على المعبد وكلهم اجانب. ووقفنا في طابور طويل، وسعر التذكره للطلبه 10 جنيه ولاي حد مصري او عربي ب 30 جنيه. وجات اللحظه المنتظره عشان نشوف العظمه اللي الناس بتجيلها من اخر الدنيا. ومعبد ابو سمبل بدا بناؤه سنه 1244 قبل الميلاد في عهد الملك رمسيس الثاني، واستغرق بناؤه حوالي 20 سنة. وهو متقسم لمعبدين، معبد أبو سمبل الكبير ومعبد أبو سمبل الصغير، واللي كان هدية لزوجته نفرتاري، والاتنين منحوتين جوه الجبل. وبمرور الزمن وعوامل التعرية المعبد اتغطى بالكامل بالرمل، لحد ما جه عالم آثار إيطالي سنة 1813، واللي أعاد اكتشاف المعبد بمساعدة طفل نوبي اسمه أبو سمبل، واللي اتسمى المعبد بعد كده باسمه تقديرا ليه. وبسبب بناء السد العالي المعبد كان مهدد بالغرق، وجات منظمة اليونسكو وقسمت المعبد ونقلته لارتفاع أعلى ب 60 متر سنة 1964، وتم إنقاذ المعبد من الغرق. المعبد عبارة عن تحفة فنية، وبيبين الإبداع الهندسي عند الفراعنة. وفي غرفة قدس الأقداس اللي بتدخلها الشمس مرتين في السنة، وبتتعامد على وش رمسيس الثاني، مرة يوم ميلاده ومرة يوم ما مسك الحكم. فلو انت جيت اسوان ما تفوتش زياره معبد ابو سمبل، تستاهل الصراحه. وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.